بصراحة جت الساعة 12 كده بالليل، كل البيت نام وسيلفي في اوضته. خبطت عليه استغرب قوي، قال لي في ايه يا مرات اخويا؟ قلت له هس هس، اسكت حتى يسمعك، او اخوك زمانه لسه ما نامش احسن يسمعك. بصراحة زقيته كده من صدره ودخلت الأوضة عنده وقفلت الباب ورايا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. حكاية النهاردة حكاية واحدة متابعة معانا في القناة، جاية تحكي لنا مشكلتها علشان نشوف لها حل وتقولوا رأيكم علشان تعمل بيه. صاحبة المشكلة النهاردة بتقول: أنا شيماء، متجوزة راجل بصراحة لا بيهش ولا بينش، على قده. وبصراحة أنا ست مش كبيرة ولا صغيرة في السن، بس بصراحة أنا ما بحبش أقول سني، لأن الواحدة لو حد سألها على سنها تبقى مكسوفة أوي إن هي تقول عليه. بس أنا كبيرة في المقام، واحدة شايفة نفسها أوي، بس ربنا بعتلي راجل من كتر الشرب واللي بيعمله على قده أوي، وعاد لا بيهش ولا بينش، طول النهار قاعد بيشرب وبيتطوح من هنا لهنا، وشوية في الآخر يقوم نايم على الكنبة. واقعد اقول له: قوم يا راجل، حرام عليك، قوم حرام عليك، انا ست ومحتاجة الراجل وعندي احتياجات وحلوة عايزاك تهتم بيها شوية. يقعد يقول لي: امشي يا شيخة، ده انا احسن منك، روحي شوفي لك مكان اقعدي فيه. وهو كان مصر معايا قوي في العلاقة، مؤثر معايا قوي في العلاقة. هو كان ما كانش بيهتم بيا، وانا اخر ما بزهق بخش الاوضه واقفل على نفسي، وطول الليل لا على حامي ولا على بارد. وانا على الحال ده من زمان، بقالي فتره كبيره، من ساعه ما جوزي اتلبخ في الشرب والقرف اللي هو بيشربه، وهو سايبني وما بيقربش ليا. وانا بصراحه مش قادره اقول لكم، محتاجه الراجل يدلعني ويهنيني. وانتم عارفين الراجل لما بيتجه للشرب والمخدرات والقرف بيبقى ضعيف، وضعيف قوي كمان، ضعيف في العلاقه قوي. وانا مش قادره اقول لكم، بصراحه زهقت وقلت اتطلق منه، بس بصراحه ما لقيتش. قلت هروح فين؟ مفيش مكان ليا اروحه. اتحملت وعشت معاه. وجوزي ده له اخ دايما بيسافر برا، عايش طول عمره برا، ومتجوز واحده اجنبيه وعايش معاها برا، لحد ما في يوم سيلفي ده كلم جوزي وقال له ان انا نازل مصر. بصراحه انا كنت معجبه بسيلفي ده من زمان، كان داخل دماغي قوي. اول ما اتجوزت اخوه بقيت ابصله من تحت لتحت كده، وابصله بنظرات حلوه. هو ما كانش واخد باله لانه كان شاب كده ومتعلم، وكان شايف نفسه وجامد كده في نفسه. بس طول عمري بتخيل اللي هو نزل مصر وجه عاش معانا. انا بصراحه كان نفسي من زمان ان هو ينزل مصر. وبصراحه اول ما كلم اخوه بقيت فرحانه وطايره من الفرحه. نزلت على السوق، جبت، عملت له كوارع وورق عنب ودلعته اخر دلع. ولما جه وشفته قدامي مش قادره اقول لكم، اتخيلته في حضني واتمنيت ان انا اكون معاه، واتمنيت ان انا اكون مراته، لانه كده شاب كده جامد في نفسه، عضلاته كبيره وجسمه حلو، رياضي وحلو. مش قادره اقول لكم، انتوا فاهميني بقى ولا لا؟ ولما اتعشينا قعدنا نتعشى سوا، وبعد الاكل قعد يبص لحال اخوه يقول له: اللي انت فيه ده هتدمر نفسك، انت اتجهت للحاجات دي ليه؟ امتى؟ اخوه قام سايبه وقام راح قاعد بره على الكنبه، وانا قعدت حاطه ايدي على خدي، وهو يقول لي: انا زعلان والله على حالك يا مرات اخويا. قلت له: شفت يا سيلفي اخوك عامل ازاي؟ هو على المنظر ده من زمان، وانت زي ما انت عارف انا ست ومحتاجه الراجل يكون سند ليا، ومحتاجه لحاجات كتير، محتاجه لحاجات كتير قوي، بس هو ما بيديليش. قلت له: انت فاهمني يعني؟ اما قال لي: امال ايه، وانا فاهمك يا مرات اخويا، فاهمك. قلت له: انت هتفهمني ازاي؟ ما انت متجوز وعايش بره وعايش حياتك، انما انا هنا شايفه المرار مع اخوك، وشوف هو عامل ازاي، وانا ست حلوه وجميله وعايزه اعيش حياتي. قلت له: انا عايزه اتطلق منه. قال لي: لا ما ينفعش تسيبيها. تسيبيه لمين؟ هنا انا مسافر ومحدش معايا، مين هيهتم بيه؟ قلت له: بس انا محتاجه اعيش حياتي، محتاجه اعيش سني، انا بقالي فتره كبيره محرومه من حاجات كتير. سيلفي ده قال لي: انت على انت على الاهل اللي انت عايشه فيه، انت على الاقل اللي انت عايشه في وسط اهلك، انما انا هناك متغرب، واللي عايشه معايا دي مراتي
اللي عايشة معايا دي أجنبية بس مبتعرفش طبعي ومختلفة عني كتير، مبتفهمنيش ولا قادرة تفهمني ولا قادرة أتأقلم معاها ولا هي قادرة تتأقلم معايا. انت عايشة هنا في مصر بس عايشة مرتاحة، انما انا هناك طفشان منها وجاي نازل مصر. وبصراحة بقيت مبسوطة من كلامه. حسيت ان هو هيعيش هنا في مصر وهيبقى قدام عيني، لانه كان داخل دماغي قوي وكان نفسي اعيش معاه. كان نفسي اتطلق من اخوه واتجوزه هو. لما عرفت ان هو عاوز يتجوز هنا في مصر هو قال لي اللي هو عايز يتجوز في مصر، نازل مخصوص عشان يتجوز هنا واحدة مصرية تحبه وتدلعه وتوريه ايام حلوة احسن من الاجنبية. انا لما سمعت منه الكلام ده دخلت اوضتي جري وتمنيت ان انا اكون مراته، وقعدت افكر ان انا اتطلق من جوزي واتجوزه. انا قلت في عقل بالي انا اولى بيه، انا اتحرمت من حاجات كتير من اخوه ولازم هو يعوضها لي، وعايش هنا في نفس البيت وعايش جنبه يا جنب. إيه يا جماعة، بيحط برفان هيدوخني بس بشمه واشم ريحته بدوخ كده من الريحة اللي هو بيحطها دي. ريحته حلوة كده وريحته نضيفة، انا من زمان معجبة بيه قوي وداخل دماغي قوي. بصراحة جت الساعة 12 كده بالليل كل البيت نام وسيلفي في اوضته. خبطت عليه استغرب قوي، قال لي في ايه يا مرات اخويا؟ قلت له هس هس اسكت حتى يسمعك، او اخوك زمانه لسه ما نامش احسن يسمعك. بصراحة زقيته كده من صدره ودخلت الأوضة وقفلت الباب ورايا. وقال لي في ايه ما ينفعش ان انت تبقي موجودة هنا في البيت في الشقة في الأوضة معايا دلوقتي، ما ينفعش، خروجي يا مرات اخويا. قعدت انا وهو على السرير، قلت له انا جاي اتكلم معاك شويه اسمعني للاخر. قعدت معاه على السرير وقعدت اتكلم، قلت له انا محتاجه لحاجات كتير وانا بحبك من زمان ومعجبه بيك قوي، وانا مش قادره ان انت تتجوز واحده تانية. بصراحه هو ضعف قدامي قوي وضعف قدام اغراءاتي، لان انا كنت رايحه له بعبايه عبايه حمرا كده ضيقه وماسكه على جسمي، وهو مقدرش يقاوم. بصراحة عملنا مع بعض علاقة، هو بقى قام زعلان قوي بيقولي اللي حصل بيني وبينك ده ومرات اخويا ما ينفعش كان يحصل كده، انا غلطت وضعفت، ما كانش يصح ان انا اضعف قدامك، اخويا هيزعل مني وانا لازم امشي من هنا. قلت له لا، اوعى تمشي، اقعد هنا، اقعد جنبي، انا محتاجه لك. هو زعلي وقال لي ما ينفعش، انت برضو مرات اخويا ولازم احافظ عليكي، وعلشان اخويا برضو كبير ما ينفعش ان انا اخونه، انت تعتبري اختي. بس انا غلطت وضعفت قدامك، انا لازم امشي من البيت، انا لازم اسيب البلد كلها وارجع اسافر تاني. انا غلطت وندمانه على الغلطه دي. ولقيته بيلم هدومه وماشي وانا مش عارفه اعمل ايه. بقيت اترجاه واقول له اوعى تمشي، انا اتعلقت بيك قوي ومحتاجه لك قوي. هو مشي يلم هدومه وقام ماشي، راح قعد في اوتيل. قال لي هقعد في اوتيل لحد ما اجي مسافر وانتوا مش هتشوفوا وشي تاني. قلت له لا حرام عليك ما تعملش كده، انا محتاجه لك واخوك محتاج لك. قال لي لا دي غلطه وما عادش لازم تتكرر بيني وبينك، خلاص. لم هدومه ومشي. بقيت متوتره وخايفه من اللي انا بعمله، انا عارفه اللي انا بعمله غلط. يا ريت تقولوا لي ايه الحل، يا ريت تقولولي في الكومنتات رأيكم وبدون تجريح يا جماعة. ولو عجبتكم قصة النهاردة ادعموني بلايك والاشتراك في القناة.